امبارح اتفرجت على ماتش النادي الاهلي والزمالك اللي انسحب فيه قدامنا من الرعب من اسم النادي الاهلي. والحمد لله كسبنا الثلاث نقط 2-0، هدفين امام عاشور وهدف من موديست. فيعني الحمد لله، والاداء كان حلو نسبيا. اتفاجئ النهارده وانا صاحي الاهلاويه زعلانين من كولر، وارحل يا كولر والتشكيل ده مش مناسب لا يا حبيبي، انت بتلاعب كل فرقه على قدها. يعني انت بتلاعب كل فرقه حسب السكواد اللي قدام منك بتلعب. المهم ان انت اخدت الثلاث نقط. انت النهارده يعني معلش خلاص بتقرب للاسيوطي، هتتصدر الدوري، غيرك هيبقى في المركز ال 14 او في المركز ال 14 يعني اعتبره. وان شاء الله يطلع راجل جدع وما يلعبش سيراميكا يوم السبت، ويبقى في المركز ال 15 وال 16، وان شاء الله السنه الجايه نلاقوه في الدرجه الرابعه كده. فيعني ما خلاص مش مستاهله ان انت تصحى الصبح ارحل يا كولر ارحل يا كولر. ماتش واتلعب امبارح، بس ايه ده؟ ايه الحلاوه والرقي والجمال دوت بصوت ابو جامولي يا جدعان؟ لعبنا ماتش عالي قوي عليهم في الماتش اللي انسحبوا فيه. رجل المباراه سبحان الله كان من الفرقه الثانيه، كان حسين لبيب. بس انا مش زعلان لانه فعلا يستحق لقب رجل المباراه ولاعب المباراه واحسن لاعب في المباراه. واتمنى لكم التوفيق وهارد لك يا زملكاويه، وان شاء الله ننتظركم في الانسحاب القادم وهو رقم 5 ليكم. باي باي وباي من غير سلام.